ربما أصبح شيئا عاديا أن تنتظر لدقائق طويلة دون أن يأتي القطار في الموعد المحدد، لكن الأمر الذي يبدو غير عادي بالمرة هو أن يتسبب هذا القطار في دخول فتاة في نوبة شديدة من البكاء بسبب تأخرها عن موعد العمل. قصة اعتماد التي تحولت إلى قضية ذات أولوية بالنسبة للمغاربة بعدما ظهرت في شريط فيديو وهي تذرف الدموع بسبب تأخر القطار، دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء تعاطفهم ومساندتهم للفتاة في مواجهة ما أسموه معاناتها اليومية مع القطار، بل وصل الأمر لحد إنشاء صفحة فيسبوكية للتضامن مع الفتاة. هذا الدعم والمساندة الكبيرين أثار استغراب مجموعة من النشطاء الذين تساءلوا عن سبب حضور هذا الكم الكبير من الدعم والمساندة لقضية لا تستحق كل هذا الاهتمام، في الوقت الذي يتجاهل فيه الكثيرون قضايا أكثر بؤسا وإيلاما. وهنا استحضر النشطاء قصة الطفل الهواري الذي ملأت صوره المواقع قبل أشهر، وهو يبكي حزنا وألما على هدم منزله وتشريده هو ووالدته، مرددا عبارته الشهيرة: اش غادي نديرو قهرونا. يبقى السؤال مطروحا: إذن لماذا تعاطف المغاربة مع اعتماد التي تأخر عن القطار ولم يتعاطفوا مع الهواري الذي لم يجد لا ماء ولا كهرباء ولا مدرسة؟